السلام ورحمة الله يا الشيخ. شيخنا بارك الله فيكم، في بلدنا أصدرت الدولة منحة تسمى منحة السائح، حيث إنه من حق كل مواطن يسافر أنه يصرف في البنك مقدارا معينا من العملة اليورو. نعم. وهذا الصرف في البنك يعتبر يعني يستفيد من خلاله هذا الذي يصرف تقريبا خمسي المبلغ المصروف إذا صرفه في السوق الموازية. إذا صرفه في السوق الموازية يعني السوق الحرة يكون زائدا تقريبا بخمسي المبلغ الذي يصرفه في البنك. يعني الذي في المنحة سعر الصرف في المنحة أعلى من سعر صرف السوق. نعم، أقل نعم. يعني في السوق أغلى. مثلا في البنك إذا يصرف 100 يورو ب 15,000 دينار. نعم. وإذا صرفها في السوق الحرة يصرفها ب 25,000 دينار. إذن أحسن له يعني أحسن له، يعني يستفيد قرابة 10,000 دينار. نعم. الآن هذا المواطن وهو ليس مضطرا طبعا، وإنما من باب الفائدة، طريقتها أنه يذهب إلى البنك يعطيهم المبلغ من الدينار الذي يريد أن يصرفه ويعطونه وصلا. نعم. هكذا قال الأخ، أو وثيقة. نعم، يستلمها في المطار. نعم. يعني حتى يضمنون أنه يريد السفر طبعا، حتى يضمنون أنه يريد أن يسافر. نعم. فالأخ يسأل عن حكم هذه المعاملة. والله أنا يعني توقفت فيها لأدرسها، والذي يظهر لي والله أعلم أنها ما تجوز لاختلال شرط التقابض في مجلس العقد. وإذا أرادوا تصحيحها فليسلم هذا المبلغ في البنك، ثم يؤخذ منه وديعة له، ثم يعطاه في المطار. إذا تم هذا تكون الصورة صحيحة، أما بهذه الصورة فما تجوز. شيخنا بارك الله فيكم، هل